هو الصبر مفتاح الفرج ولا الصبر حرق الدكان؟ ازاي الصبر حرق الدكان؟ مرة زمان كان في عطار بعد ما خلص شغله في اليوم وهو مروح جري وراه واحد بعد ما قفل: يا شيخ يا شيخ عاوز شوية صبر. والصبر ده عبارة عن نبات له استخدامات كتيرة جدا طبية، منها معالجة الجروح. المهم العطار قال له: الله يكرمك، انا خلصت يومي خليني اروح. ألح عليه وزن عليه واديني شوية صبر. رجع معاه العطار، فتح الدكان، ولع لمبة الجاز، طبعا زمان ما كانش فيه كهرباء، وروح ونسي لمبة الجاز. صحي تاني يوم لقى الدكان فحمة. فضل قاعد على جنب عمال يعيط ويلطم ويقول: الصبر حرق الدكان، الصبر حرق الدكان. وطبعا اللي حواليه مش فاهمين ايه الحكايه. من ساعتها طلع مقوله الصبر حرق الدكان، وهو الصبر ملوش علاقه، اللي هو انا مالي يا لمبي. لكن لو هنيجي نتكلم عن اصل الصبر مفتاح الفرج، هتلاقي حكايات كتيره جدا وكلها تنفع. وبصراحه انا بشوف ان الصبر اكبر بكتير من ان انا اختصره في جمله واحده. ولما نيجي نشوف الصبر فهو صفه من صفات الاله ذاته، فربنا عارف قيمه الصبر كويس قوي. بداية من خلق الكون كله وخلق الإنسان ونزول الأنبياء والرسل، هتلاقي الصفة الأساسية والمشتركة ما بين كل حاجة كانت الصبر لنجاح أي هدف. ولما نيجي نشوف إن الصبر كلمة مطلقة في العموم، لكن إيه الفرق ما بين الصبر والرضا والسلبية؟ كان في مثل واقعي جدا وجميل كان بيحكيه الشيخ الشعراوي رحمة الله عليه، وهو إن العيل الصغير لما كان بيغلط ويجري يستخبى بين أبوه أو أمه، يجي الأب يقفشه أو الأم ويديله قلمين. لو الواد سكت وما بمبكش وقعد يفلفص، الاب بيطبطب عليه وياخده في حضنه والموضوع بيخلص. لكن لو الواد بقى قعد يفلفص ويعيط اكتر ويبعدوا عني ومش عارف ايه والكلام ده كله، الاب بيديله بدل القلمين 9. فالصبر واجب شرعا في الشدائد والبلاءات بمختلف اشكالها، زي الفقد، الحرمان، الفقر، المرض. وده بيبقى اختبار ربنا لينا. إذا صبرنا ولم نجزع، ربنا بيرفع البلاء وبيطبطب علينا وبيجبر خاطرنا. لكن لو ما صبرناش، للأسف هنا بيكون الذنب، وبناخد بدل القلمين 9 زي ما قلنا في المثل بتاع العيل الصغير. بصراحة في مثل حلو قوي بيقول: إن لم تصبر على كلمة سامعة كلمات. وفي الحقيقة مكانة الصبر عظيمة جدا، بشوفها إن هي منحة وهدية إلهية، كارت كده VIP. وده عشان يقربنا من ربنا باختيار ربنا لينا، لأن مش أي حد ربنا بيختاره عشان يختبر صبره. أنت عارف إن كونك صابر ده لوحده جبر خاطر ليك؟ طب ليه؟ طيب يا أخي، ده ربنا قال: إن الله مع الصابرين. تخيل ربنا معاك، ربنا عاوز يكافئك على صبرك. وربنا لما أمر بالصبر طمن الصابرين: إن مع العسر يسر. واكد عليها: ان مع العسر يسر. خد الكبيره بقى: انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. عاوز اكتر من كده تاني ايه؟ انت متخيل صبرك ده هيوديك فين؟ ده كل ده وانت صابر بس. تخيل بقى لو انت صابر وراضي. وهنا بقى بنيجي للرضا، اللي هو اعلى مكانه من الصبر. كل راضي فهو صابر، بس مش كل صابر هو راضي. طب ايه الفرق ما بينهم؟ ايه الفرق ما بين الصبر والرضا؟ في الصبر انت هنا حصلت لك المصيبه او البلاء وقلبك بيتألم وبايظ من جوه، بس مسكت نفسك، ما لطمتش، ما قطعتش هدومك، ما خبطتش دماغك في الحيط، صبرت. اما الرضا ان انت بعد ما جات لك المصيبه وصبرت عليها تمسك نفسك من جوه. الرضا يدخل جوه قلبك وجوه نفسك، وتبقى في حاله رضا تام بقضاء ربنا، تسيطر على نفسك من جوه ومن بره. وطبعا عشان ده شيء صعب جدا، وربنا رحيم ما خلاش الرضا فرض. اما الصبر هو اللي واجب، ولو ما صبرناش بنبقى علينا جبره. والامثله كتير جدا حوالينا، لكن انا هقول مثل واحد منهم. انا عاصر سيده فاضله عندها 65 سنه، وقعت على رجليها وهي قايمه تتوضا لصلاه الفجر. جالها كسر مضاعف في رجلها الشمال، وركبت شريحه ومسامير كتير، وده كان البلاء. فضلت تقريبا سنه او اكتر من سنه رجليها ما بتلمس الارض. وهنا الصبر. بعد محاولات كتيره وعمليات اضافيه تاني عشان العظم يلحم، وصل عند منطقه معينه ووقف تيبس. وهنا قالت الحمد لله، ورد يبقى امر ربنا. ابتدت تمشي على مشايه، لكن ما تقدرش تحمل على رجليها المكسوره بنسبه كبيره، وكملت على هذا الوضع. وبعد 3 سنين ونص تقريبا بالصدفه وهم بيعملوا اشعه على رجليها، لقوا العظم لحم. الست الفاضله هنا حققت ال3 بنود بنجاح. جالها البلاء، صبرت عليه ورضت بيه، وربنا جبر خاطرها. والست الفاضله دي تبقى امي، وانا ببعت لها 1000 بوسه. وبص حواليك كتير هتلاقي في بلاءات اكبر واصعب من كده، كانت شبه مستحيل انها تحصل حاجه، وربنا جبر بخاطرهم عشان صبروا ورضوا. نيجي بقى للسلبيه اللي كتير بيخلطوا ما بينها وما بين الصبر والرضا. فمش معنى ان ربنا امرنا بالصبر والرضا ان احنا يبقى ملناش رد فعل. ربنا ادانا عقل نقدر نحدد ونميز بيه ايه اللي في ايدينا ممكن نعمله نساعد بيه نفسينا. يعني جالي مرض، هصبر على المرض، لكن هدور على احسن طريقه علاج ليه، مش هقعد ساكت. الشغل اللي انا فيه المدير بتاعي عرفني وخانقني، هكمل فيه مفيش فيها مشكله، لكن هدور على فرص احسن. حد عزيز مات عليا وده من اصعب البلاءات، هصبر على فراقه وهدعي له وهصلي له وهعمل كل حاجه ممكن يستفاد بيها، لكن مش هوقف حياتي جنبه. الدنيا مش هتقف على حد. وقيس على كده حاجات كتير في حياتنا.
انا عارف ان طاقة وقدرة البشر بتتفاوت ما بين حد للتاني في الصبر على الازمات والمحن، لكن مهما كنت شايف نفسك ضعيف ومش قادر تصبر على البلاء فانت معاك ربنا، معاك الاقوى من اي حد. ربنا عز وجل هو حرفيا اقرب الينا من اي حد، اقرب اليك من ابوك وامك. وربنا عز وجل الاوحد، مهما كنت انت ايه في المطلق لو اجتهدت وصبرت هيكافئك، هيكافئ ضعاف اضعاف على الحلو، لكن مش هينسى الوحش. ربنا يمهل ولا يهمل. وعشان كده يا جماعه ادعوا ربنا كتير، ادعوا ربنا كتير قوي يقدر لنا الخير حيث يكون، لان احنا كبشر اوقات ما بنعرفش الخير لينا فين. اي حد حياته مش مظبوطه، فيها ازمات، فيها بلاءات، ان الله مع الصابرين. اقعد ورتب ورقك وشوف انت مقصر في ايه، واشتغل على نفسك واجتهد، وربنا معاك احسن من اي حد. اصبر قليلا فبعد العسر تيسيرا، وكل امر له وقتا وتدبيرا. ولحد هنا خلصنا حكاية الصبر. لو عجبكم الفيديو لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد من المتابعين. كنت معكم مصطفى سعد، والسلام عليكم.